هو ايه اصلا الريباوند؟ الريباوند ده حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه ان انا اجدد وانشط علاقتي مع نفس الشخص جوه نفس العلاقه، والحاجه التانيه ان انا بعد الانفصال العاطفي على طول اروح جاي داخل في علاقه جديده. في الحاله الاولانيه مع نفس الشخص جوه نفس العلاقه دي حاجه صحيه جدا، وممكن نبقى نعمل لها سيت اوف ابيسودز. اما بقى ان انا اكون لسه خارج من انفصال عاطفي واخش في علاقه جديده، تعال ما اقول لك. الدخول في علاقة جديدة بعد الانفصال العاطفي على طول وبدون ما نعمل موف اون عادة بيفشل، ولو نجح بيسوق لعلاقة مش سوية، مش واضح أهدافها، دايما فيها هدف هيدن. الهدف ده ما ينفعش يتقال. أنا واخدك ليه؟ واخدك عشان أموف اون بيك؟ واخدك عشان أنسى بيك حد تاني؟ مش منطقي. هسيب لكم حلقة الموف اون في الكومنتس. طب ليه بقول لك كده؟ واحد عاش مدة زمنية مع شخص بيحتك بيه وبيوطنه وتعود عليه وعلى اسلوبه وطريقته وتفاصيله، وفجأة الحياة استحالت بينهم. ايا ما كانت الاسباب ايه، عادة ما بيكونش الانفصال شيك. في الغالب بيكون الانفصال مصحوب بمشاكل. الفراق ايه غير مجموعة من المشاعر السلبية؟ فراق فشل في انجاح علاقة، الله اعلم هي استمرت قد ايه واثرها علينا كان ايه ودرجة ادماننا ليها قد ايه. تفتكر انت بقى وانت خارج من تجربة زي دي هتكون متزن عاطفيا واجتماعيا عشان تخوض التجربة مرة تانية بسرعة بدون ما تقف على رجليك؟ doesn't make any sense. اعرف منين ان اللي بعمله ده ريباوند؟ اكتر حاجة بتميز الريباوند سرعته. بمعنى خرجت من علاقة دخلت في التانية على طول، ما استنيتش. او ان انا اكون موجود جوه نفس العلاقة وابدا علاقه جديده مع حد جديد عشان يساعدني انهي بيها العلاقه الاولانيه. وفي الحاله دي ده بيكون اسمه توكسيك ريباوند. احنا بقى بنعمل الريباوند ده ليه؟ في اكتر من سبب. تعال ما اقول لك. ادمان هرمونز الحب اللي احنا كنا فيه بينقح علينا، وعشان نسكن الوجع ده بندور على علاقه جديده بدون ما ناخد بالنا ان احنا بندمر حياه انسان معانا بس عشان نسكن وجعنا. ما بنكونش ناضجين عاطفيا واجتماعيا بالدرجة الكافية، وحاطين كل اتزاننا الاجتماعي اللي هو السوشيال بالانس على الموضوع ده وبس. بمعنى مفيش اصحاب بالطريقة الصح، مفيش اهل بالطريقة الصح، مفيش زمايل بالطريقة الصح، مفيش اسرة بالطريقة الصح. كل اتزاننا الاجتماعي قائم على علاقتنا بشريك، ووجودنا مع حد بيحقق لنا ذاتنا وثقتنا بنفسنا. runaway والاندبندنس، الهروب والاستقلالية، أنا بشوف الاتنين شبه بعض مع إن موجود ما بينهم مجموعة من الاختلافات. الكيس دي بتكون موجودة أكتر في البنات، تبقى عايزة تهرب من الضغوط الأسرية المحيطة بيها، تبقى عايزة تهرب من عيشتها، وبتشوف إن ارتباطها بشريك هيخليها تستقل بنفسها وتعيش اللي ما كانتش عارفة تعيشه مع أهلها. أو الضغط المجتمعي، بمعنى انت لازم تبقي زي صحباتك واهلك وقرايبك، انت لازم تخوضي التجربة المجتمعية، انت لازم تتجوزي. وكل الضغوط دي بتخليها تحس ان مجرد انها تفقد الشريك اللي معاها انها تشوف اي حد شكله مناسب عشان ترتبط بيه. وللأسف هي كده مش بتحقق اهدافها، هي كده بتحقق اهداف الوسط المحيط. رغبتنا في اثبات اننا ما فشلناش، واننا قادرين ان احنا ننجح علاقة تانية، وان فشل العلاقة الاولانية ما كانش مسؤوليتنا، ومسؤولية اي حاجة بره عننا، مسؤولية الطرف التاني، مسؤولية الاهل، مسؤولية الظروف، مسؤولية المجتمع. المهم ان هي ما تطلعش مسؤوليتنا. بنحط ماسك على عينينا عشان خاطر ما نقولش ان احنا فشلنا، وان احنا قادرين ان احنا ننجح علاقة تانية، عشان خاطر كده بنخش فيها بسرعة جدا بدون ما نبص على التجربة نفسها حصل فيها ايه. المهم اننا بنبقى عارفين او حتى مش عارفين ان العلاقة الجديدة دي مسكن، وداخلينها بيكون سلوكنا سلوك ناس سامة عاطفية، بنبقى انانيين، ناس كل هدفها انها تستهلك مشاعر وتستنفذ وترمي، وبعدها نروح ندور على حد تاني عشان نستهلكه، وهكذا. وحجتنا دايما ما انا لازم اجرب. ده مرض يا جماعة، مرض ومحتاج علاج.
احنا مش بس بنأذي نفسنا، احنا بنأذي اي حد يقرب مننا. هتيجي تقول لي هيحصل ايه يعني لما اعمل ريباوند؟ تعالى تاني هقول لك. في الاول هتبذل مجهود خرافي عشان خاطر تنجح العلاقة دي، ما انت مش جاهز ليها وطاقتك خلصانة، وهتغمض عينك عن اي عيب ممكن يقابلك عشان خاطر خايف على المسكن بتاع ادمان هرمونات الحب ده يختفي من حياتك. مع اول مشكلة بجد هتقارن تجربتك الجديدة بتجربتك القديمة حتى لو طال الزمن. هتكون بتكذب على نفسك وبتقول انك بتحبه مع انك حاسس انك ما بتحبوش، ويمكن كمان تكون متأكد انك ما بتحبوش بس مكمل عشان خاطر خايف من الفشل. هتشوف علاقتك الجديدة انها ما بتحققلكش احتياجاتك العاطفية، بس بتخدم الهدف الخفي انك تتجاوز التجربة القديمة. قدام شوية هتحس بعدم الرضا، فتبدأ تدور على اللي يرضيك في علاقات تانية. يعني هتخون حتى لو ما نفذتش، مجرد التفكير خيانة. ببساطة كده هتظلم نفسك وهتظلم الطرف التاني معاك. تصحى من النوم فجأة تلاقي نفسك متورط في علاقة لا انت عارف ترجع للي كان معاك، ولا انت عارف تكمل حياتك مع اختيارك المندفع. وهتبقى مضطر تكمل حياتك مع تجربتك وانت مش مبسوط. خلي بالك، مصايب الريباوند ما بنكتشفهاش الا بعد فوات الاوان، وبدون ما نحس بندمر مستقبلنا وبنستهلك من رصيد مشاعرنا، وبنلبس في علاقة جديدة الله أعلم عواقبها هتكون إيه. هتقولي ما الطرف التاني دخل في علاقة وأنا حاسس بالفشل، إزاي هو دخل في علاقة وأنا لسه قاعد؟ هقولك يا عم، هو مش سباق اللي يرتبط الأول هو اللي كسب والتاني خسران. نصيبك ورزقك هيجوا لوحدهم بدون أي مجهود منك، فجأة هتقابله بدون أي ترتيب. المهم تبقى مؤهل نفسيا للخطوة دي عشان تقابله، ما تتكعبلش فيه. لازم تاخد وقتك كفاية وتقيم التجربة اللي فاتت بمزاياها وعيوبها، تعرف أخطائك فيها وتشتغل على نفسك عشان ما ترجعش تعيد نفس الأخطاء وانت مش حاسس أصلك ملحقتش. في الآخر اللي عايز يخش في علاقة سيبه يلبس، أصل نصاب المشاعر بيستنفذك لحد ما يخلص عليك، وبعديها يدور على صلة تانية عشان يستنفذها، لحد ما بيجي واحد يلبسه الخازوق اللي يفلقه نصين. المهم انك تفهم وتستوعب وما تستعجلش. المهم تفهم خطورة الريباوند. المهم انك تفهم ان مخك بيضحك عليك وانت بتعمل الخطوة دي. خلي بالك، اشتغل على نفسك وما تخافش من النقد المجتمعي، وما تخافش من الضغط اللي هيكون عليك بعد الانفصال العاطفي. خليه موتيف يزقك لقدام. حب نفسك، اصلك لو ما حبيتش نفسك تصدق ازاي ان حد يحبك؟ لو عجبكم الكونتنت مش هوصيكم لايك فولو شير سبسكرايب. سلام.